الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والعدوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحل البيع وحرم الربا وقرر أحكام الدين وأباح للناس التجارة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله جل وعلا إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه تبارك وتعالى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم. وقد لعن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان كل من اشترك في عقد الربا، فلعن الله عز وجل الدائن الذي يعطي، والمستدين الذي يأخذ، والكاتب الذي يكتب، والشاهدين عليه. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. رواه الإمام أحمد والطبراني وصححه الألباني رحمه الله. وروي عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه الإمام ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: وأجمعت الأمة على أن الربا محرم، حتى قيل أنه لم يحل في شريعة من قبل قط، حتى قبل الإسلام كان الربا محرما. قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: على عد الربا كبيرة، وهو ما أطبقوا عليه اتباعا لما جاء في الأحاديث الصحيحة من تسميته كبيرة، بل هو أكبر الكبائر وأعظمها، كما في كتابه الزواجر لابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى. أيها الأحبة، اعلموا أن الربا أسلوب تعاملي فاسد، بل عمل ظالم باطل جائر إخوة الإيمان، فظيع شنيع ضار بالعقيدة ومضاعف لها، بل سالب للإيمان أحيانا، ساحق للبركة، ماحق للمنفعة، لاحق صاحبه إن لم يتب إلى الله عز وجل عاجلا. إن شؤمه إخوة الإيمان وعذابه باق في حياة الإنسان المرابي، لأنه أولا يشغله عن ذكر الله تبارك وتعالى، ويجعله دائما في غير سكينة وطمانينة، يلاحق المال حيثما كان ولا يفكر في طريقة استدراج للربح، بل في زيادته بأي طريقة كان. جعل إخوة الإيمان حياته انفصاما ذهنيا، فهو دائما شارد البال مشتت الفكر، لا يهنأ بزاد ولا يسعد بعيال،
قلق إخوة الإيمان حتى في النوم، إن شؤمه إخوة الإيمان وعذابه مستمر مع آكل الربا حتى إلى الممات في القبر والحشر والنشر. أيها الأحبة، لا يأكل الربا ولا يتعاطاه ولا يتعامل به بعد العلم بتحريمه وخطره إلا إنسان ظالم فاسق عاص لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هاتين الآيتين السابقتين التي ذكرنا عن الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نداء من الله تعالى للمؤمنين خصوصا أيها الأحبة، يأمرهم من خلال هذا النداء بتقواه سبحانه وتعالى ومراقبته، ويحذرهم من تعاطي الربا بشتى صوره وأشكاله، وينذرهم إخوة الإيمان من التعامل به والإصرار عليه، وأنهم إن لم يتقوا الله عز وجل وينسوا ما بقي من الربا قد عرضوا أنفسهم لحرب معلنة من الله جل جلاله. وأي حرب إخوة الإيمان تلك؟ وماذا تكون؟ إنها الحرب الغامرة أيها الأحبة، المدمرة للربا والمرابين مهما كانوا، حتى وإن كانت البشرية كلها، فتلك الحرب الخاسرة يا عباد الله حرب على الأعصاب من الله جل جلاله، حرب على القلوب، حرب على البركة والرخاء، حرب على الصحة والسعادة والطمأنينة، حرب يسلط الله تبارك وتعالى فيها العصاة لمنهجه وله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض، حرب إخوة الإيمان ليس وراءها إلا الخراب والدمار والضياع والفساد للأموال والأنفس والبركات، مهما ظن صاحبه أنه رابح. ولئن قال بعض ذوي العقول المريضة والقلوب الضعيفة إن هذا التعامل فيه مصلحة مضمونة وربح عاجل وفير قد لا يتحققان في البيع والشراء والربح الحلال، قلنا له إخوة الإيمان فالرد عند الله عز وجل على هؤلاء أن الله تبارك وتعالى وحده هو العليم بمصلحة العباد. أأنتم أعلم أم الله؟ لا شك أن الله عز وجل أعلم بمصالح العباد من أنفسنا. ولو كان الربا إخوة الإيمان صالحا محضا مضمونا طيبا لما حرمه الله عز وجل على عباده، لأنه تعالى جل في علاه طيب لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال. إخوة الإيمان، وأما أقسام الربا فإن جمهور العلماء إلى نوعين: ربا الفضل وربا النسيئة. والفضل إخوة الإيمان في اللغة الزيادة، والنساء التأخير، ويتفرع إلى ذلك 4 أقسام أو أكثر، وكثير من الناس ربما واقع فيها أو إلى بعضها إن لم يكن كلها. وأول هذه الأقسام إخوة الإيمان ربا النسيئة، وهو أعظم الربا إخوة الإيمان ضررا وأشده حرمة، وصورته أن يكون لرجل على آخر دين مؤجل، فإذا حان أجل الدين ولم يكن عند المدين مال يفي به طلب من صاحب الدين أن يؤخر الأجل على أن يزيد في المال. وهكذا إخوة الإيمان يتكور هذا الصنيع بين الطرفين حتى يكون الربح الربوي أضعافا مضاعفة، فيربو المال عن الفقير المستدين من غير نفع يحصل له، فتكون النتيجة إخوة الإيمان عظيمة مصيبته وغلبة الدين عليه حتى يستنفد جميع ربما ما يملكه من موجوداته. والله جل وعلا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما القسم الثاني إخوة الإيمان من أقسام الربا ربا الفضل، وهو إخوة الإيمان البيع مع زيادة أحد العوضين المتجانسين المتماثلين على الآخر، كبيع كيلو حنطة بأقل أو أكثر من كيلو، وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بنقد من الجنسين الحلي إخوة الإيمان أقل أو أكثر من جنسه في الميزان، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، هاكم فهات، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. وأما النوع الثالث إخوة الإيمان ربا اليد، وما يسمى بربا المصارف،
أو البنوك، وهو بيع الربوي إخوة الإيمان بمثله بغير حلول ولا تقابض، كما يفعله إخوة الإيمان بعض المصارفي أو الصيارفة في هذا الزمن، حيث يشتري التاجر مقدارا من الريالات بمقدار من الدينارات مثلا، أو الدولارات أو الفضة أو الذهب، ويأخذ هذا أو ذاك إلى أجل متفق عليه من غير التقابض في الحال ولو ساعة أو لحظة إخوة الإيمان. والذي يشترط لصحة هذا البيع وخروجه من كونه عقد ربا إخوة الإيمان هو التقابض في الحال، تقابض حقيقي، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبادة رضي الله عنه: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. يعني لا يجوز لأحد أن يؤخر هذا وذاك، أو أعطني الدينارات أو الريالات وأعطيك بعدين أو بعد قليل أو غدا الدولارات، من غير أن يكون دينا، إنما هو تبادل أو بيع ولكنه إلى أجل. إن ذلك إخوة الإيمان لا يجوز، وهذا القسم يندرج تحت القسم الأول. وأما القسم الرابع إخوة الإيمان من أقسام الربا فهو ربا القرض أو العينة، وهو إخوة الإيمان كل معاملة في البيع والشراء والمسالفة والدين والقرض جرت نفعا إخوة الإيمان للمقرض مع شرط بين الآخذ والمعطي، والكل إخوة الإيمان حرام باتفاق العلماء بدون خلاف. وصورة الربا القرض أو العينة أن يبيع أحد الناس على آخر سلعة ب1000 ريال مثلا إلى أجل، ثم يشتري هذا البائع السلعة نفسها قبل أن يقبض الثمن ب500 ريال، أي بأقل من سعر البيع الأول، ويسلم القيمة نقدا. وهذا إخوة الإيمان كله غير جائز، لأنه عين الربا النسيئة التي حرمت بالكتاب والسنة والإجماع، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وأتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله أنزل الله عليهم بلاء لا يرفعه حتى يرجعوا إلى دينهم. وهناك رواية أخرى عند الإمام أبي داود قريب من هذه الرواية. وهذه الأقسام إخوة الإيمان كلها التي ذكرناها آنفا في مجمل أقسام الربا، وله صور وأشكال كثيرة في كتب أهل العلم، في كتب الفقه والتفسير وغيرها. على المسلم إخوة الإيمان أن يسأل عما لا يعرفه مما يشك فيه، حتى لا يقع إخوة الإيمان في التعامل المحرم، فإن الحرام أيها الأحبة يذهب وصاحبه ذاهب. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويثبتنا على الحق ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، واعلموا أيها الأحبة أنه لا ينبغي أو لا يغني عن بركة الله تبارك وتعالى ولا عن رحمته جل جلاله شيء، والعبد إخوة الإيمان لا يدري ما الذي يخبئ له الحياة في الغيب القريب أو العاجل. قد يكون للأجل إخوة الإيمان بقي شهرا أو يوما أو ساعة أو لحظة، وذلكم مع الموت الفجأة وكثرة الحوادث وكثرة الهرج الذي يراه الجميع الكبير والصغير في هذا الزمن. ثم ينتقل العبد المخلوق إلى دار الآخرة مخلفا كل شيء وراءه للوارث خيره ونفعه وشره وضره، والحساب عليه إخوة الإيمان ثم العقاب عليه. فلما هذا الركون إلى الدنيا والسعي وراء المادة وجمعها أيها الأحبة، واستحلال ما حرم الله تبارك وتعالى من المعاملات التي من أخطرها الربا أيها الأحبة، التي تدمر الفرد والمجتمع بل وكل العالم،
وما حدث منذ عام 2008 إلى يومنا هذا حول العالم خير دليل على ذلكم إخوة الإيمان، حيث دمرت دولا كانت تسمى بعظمى وهو بسبب الربا إخوة الإيمان، وبنوكا كبرى كانت رصيدها بالمليارات أفلست إخوة الإيمان وأغلقت أبوابها، كل ذلك بسبب الربا. ذلك التعامل بالربا جريمة عند الله جل جلاله، شديد عقابه، أليم عذابه، ويكفي خطورته إخوة الإيمان على الفرد والمجتمع، حيث عده الرسول عليه الصلاة والسلام من السبع الموبقات المهلكات كما أسلفنا، مبينا أن صاحبه المصر عليه بعد العلم بتحريمه معرض إخوة الإيمان لحرب من الله عز وجل، وأنه مطرود من رحمته سبحانه، لأن الربا يا عباد الله داء تفسد به القلوب وتنزع به الرحمة والشفقة من الناس، ولا يجتمع في الإسلام في هدف إخوة الإيمان ولا في غاية، ولا يلتقي مع التشريع الإسلامي في نظام ولا تصور، ولا يتفق وإياه في أساس ولا نتيجة إخوة الإيمان. ويكفي في خبث هذا التعامل بالربا أنه من أكبر البنود التي يصر عليها اليهود في كل مكان إخوة الإيمان في تجاراتهم وبيعهم وشرائهم، واليهود لا يخفى عليكم هم أخبث خلق الله على وجه الأرض، ولا يجوز الاقتداء بهم، وهم الذين يستحلون ما حرم الله عز وجل. أيها الأحبة، لقد أبدلكم الله عز وجل في أسلوب التعامل المشروع ما يحفظ لكم كيانكم الاجتماعي ويسعدكم في الدنيا والآخرة، وقد رتب الله عز وجل الحكيم سبحانه وتعالى أحكام الدين والتجارة. فإن كنت يا أخي المسلم صاحب مال وفير أو مال متوسط وأردت أن تنميه وتوفره وتريده أن يزيد، فهناك وسائل كثيرة للنماء السليم يا أخي وإصلاح المال، فسل عنها من يعرفها من العلماء، ولا شك أنها ممكنة وميسرة لا سيما في هذا الزمن، حيث تؤمن القلوب وتصح النيات على ورود الموارد النظيفة الطاهرة، وتجنبك الموارد السيئة الآسنة بإذن الله تبارك وتعالى. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل لهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المرابطين في الحدود يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا قوي يا عزيز، أنت على كل شيء قدير. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا عذاب ولا هدم ولا غرق يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.